ويل للعرب من شر قد اقترب. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. ثم قالت زينب: يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث. الصالح لا يهلك، سالم ناجي، لكن إذا كثر الخبث هلك الصالح. والخبث هنا يراد به شيئان: الأول الأعمال الخبيثة، والثاني البشر الخبيث. فإذا كثرت الأعمال الخبيثة السيئة في المجتمع ولو كانوا مسلمين فإنهم عرضوا أنفسهم للهلاك، وإذا كثر فيهم الكفار فقد عرضوا أنفسهم للهلاك أيضا. ولهذا حذر النبي عليه الصلاة والسلام من بقاء اليهود والنصارى والمشركين في جزيرة العرب، حذر من ذلك فقال: أخرجوا اليهود والنصارى من جزيرة العرب.